ابل عملت حركه خلت كل شركات الاندرويد تقلق جدا. عارف موضوع ان كل شويه تلاقي مساحه التخزين خلصت، كل شويه تنقل الصور من على الموبايل بتاعك في اي حته تانية، وان الابلكيشنز كل شويه تقف وتقول لك مفيش مساحه مش عارف افتح. كل ده هيتحل عشان ابل عملت في الموبايل ده تحديث هيفرق معاك في تجربه الاستخدام. والتحديث ان هي قررت تنهي عصر ال 128 جيجا، واول فئه دلوقتي هتبدا من 256 جيجا. وكل التحديثات اللي انا قلتها لك دي لسه بنفس السعر بتاع الجيل القديم، $600 بس. ايوه زي ما قلت لك كده، ضعف المساحه، ماكسيف جديد، معالج السنه دي، تحديثات في الكاميرا، وشحن وايرلس اسرع، كل ده بنفس السعر. فالسؤال هنا يا ترى الموبايل ده لمين؟ الموبايل ده مش لاي حد، يعني انت لو معاك ايفون 15 16 او اعلى يبقى الموبايل ده يعتبر مش ليك، لكن انت لو شايل الايفون 11 12 او حاجه اقل من كده ومش عايز تصرف اكتر من $600 يبقى غالبا ده ممكن يبقى خيار كويس. او لو حتى كنت بتفكر تشتري موبايل اندرويد بس في نفس الفئه السعريه يبقى ممكن تفكر في ال17E. طبعا ده في حاله انك مستغني عن شويه حاجات ممكن ما تبقاش مهمه بالنسبه لك، والحاجات دي ممكن تبقى موجوده في موبايلات في نفس الفئه السعريه، زي مثلا شاشه كبيره او ريفريش ريت عالي او كاميرا و2 و3 او حتى سرعات الشحن العاليه. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن موبايل ال17E شوفوا الفيديو الكامل على القناه على اليوتيوب، تلاقي بقى اللينك في البايو وفي الكومنتات، يعني دور عليه كده. وما تنساش تعمل لايك وفولو لو بتحب الموبايلات والتكنولوجيا زي كده. سلام.